الايام اللي فاتت دي الواحد دماغه اتقلبت. انا بقيت مش شايف حاجه في يومي غير انتش واجري وزبال كشري التحرير، زبال كشري التحرير وانتش واجري. امبارح بقى في كارثه حصل. انا وقاعد كده في امان الله اكتشفت ان الاتنين اجتمعوا مع بعض. فقبل ما نخش نشوف البلوه دي مع بعض، انزل حط لايك للفيديو ده واكتب كومنتات كتير 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 عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. التراك هيبقى بعنوان أزأز وجري، غناء الفنان العالمي مايكل جاكسون الغلابة وأشهر عامل نظافة في مصر. ومين أبو كرش ده كمان؟ هو في إيه؟ انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا إيه؟ كلتنا من التسعة. هو مش حافظ الكلمات اساسا، اللي هو خدوه ودوه الاستوديو ملوه كام كلمه كده يقولهم وخلاص كده. هو مش عارف نفسه قال ايه اصلا. يا اخي الواحد كان متعاطف معاك في الاول، بس انت زودتهم زياده عن اللزوم، قلبت الناس عليك. ما كانتش علبه كشري يتيمه دي يا جدع. عارفين الاتنين مضحوك عليهم، هم مش عارفين هم بيعملوا ايه اساسا. الاتنين من ناس محدش يعرف اشكالهم اساسا، لمصر كلها بتتكلم عليهم. يعني سبحان الله، مفيش حاجه متوقعه ابدا في البلد دي. طب نسمعها تاني مع بعض؟ ماشي، مش مشاكل، نسمع للشعب. ماشي مفيش نسمع للشعب. يا جدع رئيس وزراء بيتكلم. انا حاسس ان الراجل ده في يوم هيروح يشتري كشري التحرير بالراجل اللي طرده. انا عايز اعرف مين ده. استاذ الباول علي، استاذ بلال صبري. بلال صبري، احلى تحيه واحلى سلام للمنتج والموزع بلال صبري. احلى تحيه واحلى سلام للمنتج والموزع بلال صبري. ورقصنا يا معلم. ده انت انت مين حضرتك؟ يعني شغلتك ايه في الحوار؟ ايوه انت مين يعني؟ ماشي برضو انت مين؟ معرفناش. هما الاتنين عمالين يهوشوا وخلاص، هما اصلا مش فاهمين هما بيعملوا ايه ولا بيهببوا ايه في الليله السوداء دي. كلام كتير يا جدعان مين ابو كرش ده؟ لا ما انا لازم اعرف هو مين. تعالى نقص اسف السجن. تعالى ايه ده؟ مين ده؟ مين الناس دي؟ تعرف في ايه؟ ايوه ايه في ايه؟ انتوا ايه واحنا مين ودول ايه ودول ايه؟ كلنا ولا تسعة. كلنا. والله يا راجل اهبل، والله يا راجل اهبل ولا فاهم اي حاجه. بص بقى هنا في قاعد شارع مش عارف ايه، قررنا هناكل تخيلوا كده معايا، تخيلوا ان انا اخد كوبي رايت على الهبل ده انا اقفل القناه فيها ونجري بقى زي ما احنا فاهمين. يا جدع حرام عليك، انا بقيت بشوفك في كل علبه كشري انا باكلها. بس اقول لكم بصراحه يعني انا ممكن اكون تقبلت الواد بتاع انتش اجري ده، ولكن بتاع كشري التحرير يا جدع ربنا يدوم عدم القبول ما بيننا. لا 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 الله، والله انت كده بتحرجني صراحه. لا حقيقه بامانه. طب ليه كده طيب؟ بصراحه بتحرجني كده بامانه. طب ليه كده طيب؟ يا لو تحلف هات. بقول لك كل اللي نفسك فيه بيحصل النهارده حقيقه اهو. حقيقه صراحه. اهم حاجه مش حد اللي حارمني من كويس، حاجه اللي بامانه جاي والله، فيه محبه اللي الناس خلاص. حلوه. مش حد حاربني من حاجه بامانه والله. ده انا وصلت لدرجه ان انا عايز اروح ابوس على ايد الراجل اللي هو طردني ده. انا في الفيلا الجديده اللي انا هشتريها هعلق له كده صوره كبيره واكتب عليها صاحب الفضل. بس اوعى تدوس عليه. الراجل بيقول له اوعى تدوس عليه. ماشي انت مين طيب؟ لا 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 لا. انت مش عايز انك تلبسها. طب انت مين طيب؟ من كتر ما الواحد شاف عايز يقول له ربنا ياخدك. لا حرفيا الراجل اللي انا معرفوش ده لخص كل الكلام. محمد فرحان على ايه تخاب؟ المكالمات دلوقتي جايه له على ابوه، طبعا. على ابوه. المكالمات دلوقتي جايه له على ابوه، على ابوه. ده راجل اتطرد من محل كشري. لا ان شاء الله، لا دلوقتي ان شاء الله الراس بتروح بس والجزمه ان شاء الله، عشان الجزمه دي عجباني جدا. يقلع لك البوكسر بالمره. انا عاجبني الجزمه الحلوه دي، اول اللي بتلمع دي حته حلوه قوي.
جزمه سيراميكي. انت بتقول ايه يا جدع؟ جزمه سيراميكي ايه بس؟ انا مع حسام اخويا زي ما احنا وهنفضل مع بعض. انا كنت هاخد قرار بس رجعت فيه. انا مع حسام اخويا زي ما احنا ولسه مع بعض، كنت هاخد قرار بس رجعت فيه. يا جدع عضو مجلس شعبي بيتكلم. مع حسام وعلى صفحه حسام. لا زي ما انا مع حسام. زي ما انا. حسام اخويا بيصورني تربتت تربت. غيره فين؟ ان شاء الله. طيب نسمع مع بعض طبعا استاذ الأغنية. بلال صبري. تمام. طب فين غيره؟ نسمع بقى. يا عم انت اللي بالع طريشه، انت مين؟ كلمة انت وهيثم نفسكم في ايه الفترة الجاية يحصل؟ والله يعني مفيش يعني، بس ممكن نفسي في الفترة الجاية اطرد من مطعم ماكدونالدز او كنتاكي، يعني لسه مش متأكد. عايزين ايه؟ معانا يعني بس يعني مفيش حاجه اكتر. ربنا معانا، واطرد من مطعم KFC مثلا. نفسك تشوف كأس العالم هتشجع ايه منتخب ايه؟ انا بيج فان لمنتخب ايطاليا عشان عندهم بيتزا حلوة. معلش يعني اقول لك حاجه، احنا نستنى معلش يعني احنا نستنى يعني لا نكسب يعني كاس العالم. مين اللي يكسب كاس العالم؟ معلش يا ابني، مصر مش مشاركة اساسا. لا اقول لك على حاجه، لا بص يعني احنا يعني نتمنى الواد بيتكلم كأنه محمد رمضان في نفسه، يخرب بيتها علبة كشري يا جدع. ربنا يسهل والدنيا تبقى كويسه يا رب. والامور البلد تبقى حلوه يا رب الحاجه وما يبقاش في قلق ولا مشاكل. ماشي، ربنا يسعدك والدنيا تبقى حلوة وبتاع، بس انت مين؟ في حد تاني كلمك غير استاذ احمد العوضي بعديها؟ كتير بصراحة يعني، لسه هيفاء وهبي وشيرين رضا كانوا طالبيني اقضي معاهم ليلتين امبارح، بس ما كنتش فاضي. حاجة بس على السريع عايز اقولها في نص الفيديو، 70% و5 من 10 من اللي بيشوف الفيديوهات مش مشتركين في القناة، فانا عايز افهم بقى انا ايه الهدف انك بتشوف فيديوهاتي ومش عامل اشتراك، بدل ما انت بتتعب نفسك وبتعمل سيرش وتخش تشوف الفيديو. انت لو اشتركت وفعلت زر الجرس الصغنن ده، الفيديو هيجيلك لحد عندك وهتخش تتفرج برضو، فخليك شاطر كده وحلو ولزوز واشترك وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل الفيديوهات. ويلا كملوا الفيديو. الترابيزه دي لو مضايقاكم ممكن ترجعها سنه شويه. الترابيزه دي لو مضايقاكم ممكن ترجعوها ورا سنه شويه، عشان انا هقوم اعقب دلوقتي. هو الراجل غريب الاطوار ده مين؟ مره تلبس بدله نصها ابيض نصها ازرق، مره بدله نصها اصفر ونصها ازرق. انت عايز ايه؟ وقبل ما نعرف انت عايز ايه، انت مين اصلا؟ انت مين يالا؟ قول لي انت مين؟ ثانك يو ثانك يو ثانك يو فيري ماتش في. لما تاخد كورس انجليزي ب 2 جنيه وربع. افرد ظهرك يا جدع، ده انت مطرود من كشر التحرير. عاوز اقول بس قبل ما تعوز تقول، هو انت مين؟ انت مين يالا؟ قول لي انت مين؟ والله بيشتغل قولوا لي كده شغال. هو اللايف كده شغال اصلا يا جدعان؟ الناس دي ضاحكين عليهم كده. عيني عينك اخويا يا جدعان. الراجل ده مين؟ اول عشان كلنا نركب مع بعض. جاي يعمل الرقصه راح كسر المايكات. دايما فريق خلينا على الله. فريق ايه؟ يخرب بيتك، المايكات باظت. طب يا جدعان انا في انتظار الكليب بتاعهم ينزل علشان نشوف افشخ تعاون في العالم بين ويجز الغلابه وزبال كشر التحرير. انت متخيل اللي بينتش ويجري هيغني مع اشهر زبال في مصر؟ ده لقاء السحاب ده. تعرف فيه ايه؟ وبكده نكون فنشنا فيديو النهارده. لايكاتك بقى، سبسكرايباتك، شيراتك، كومنتاتك. فاضل لنا حاجه بسيطه قوي ونوصل 7000 مشترك، يعني بالميت كده ان شاء الله نوصلها الشهر ده. لو انت وصلت اللحظه دي من الفيديو ما تنساش تكتب كلمه السر تحت في الكومنتات، وهي الحظاظه السوداء. انت كتبت الكلمه دي يبقى انا عرفت انك كملت الفيديو للاخر، واشوفكم في فيديو جديد.